the set of rational numbers. نفتكر مع بعض الأول ال natural وال integers. the set of natural numbers اللي هي ال n كانت equal 0 1 2 3 4 dots طبعا infinite set. the set of integer ال z كانت negative و 0 و positive، يبقى negative 3 negative 2 negative 1 0 1 2 3 and so on، كانت كلهم whole numbers ما كانش فيهم لا fraction ولا decimal. طب الفراكشن والديسيمال ده موجود في set جديدة اسمها the rational number. يبقى ال rational numbers بنرمز لها ب Q هي x such that ان ال x equal a over b fraction فيه ال a وال b belong to z وال b not equal 0. ده اللي يهمني ان ال b او ال denominator ما ينفعش يكون بزيرو. يبقى اي نمبر احنا عرفناه او اي fraction او اي decimal كل ده عبارة عن ايه؟ rational number except الفراكشن اللي over 0. طب هنا بيقول لي show which is rational which is not rational number. 0 over 9 fraction والدينومينيتور فيه اللي يهمني الدينومينيتور ما يهمنيش النيوميريتور. الدينومينيتور ب 9 يبقى rational number. طب negative 5 over 0 الدينومينيتور هنا بزيرو يبقى not rational. يبقى اللي يهمني دايما الدينومينيتور. هنا 3 over x الاكس هنا بيقول لي belong to z positive. ايه هي z positive؟ كل البوزيتيف نمبر، يعني ولا نيجاتيف ولا زيرو، تبقى الاكس هنا اكيد مش بزيرو، يبقى rational number. يبقى الراشونال نمبر هو كل النمبرز اللي احنا نعرفها except over 0 except الفراكشن اللي denominator فيه بزيرو. Write the following in form of a over b. absolute value of negative 3 and a quarter. الاوتبوت بتاع absolute value لازم بيطلع بالبوزيتيف، سواء اللي كان جوه نيجاتيف او بوزيتيف لازم الريزلت هتطلع عندي بالبوزيتيف. يبقى ايه؟ هيبقى equal 3 and quarter. طبعا as a fraction هيديني 13 over 4. هنا 0.24 decimal as a fraction هيبقى 24 over 100. طب in the simplest form انا عايزه اعمل له simplify. in the simplest form هيديني 6 over 25. انا لو حطيته على فكره على الكالكوليتر 0.24 ودوست equal ايه هيديني as a fraction in the simplest form. يعني لو احنا مش عارفينها برضو هنجيبها من على الكالكوليتر. 20% طبعا percent يعني divide 100 يبقى 20 over 100 in the simplest form هيديني 1 over 5. برضو على الكالكوليتر هنكتب 20% هيديها لي as a fraction 1 over 5. هنا بقى عايزينها in form of decimal or percentage، يعني هو هيديني الفراكشن وانا اللي هحوله لديسيمال او percentage. برضو absolute value الاوتبوت of الابسوليوت value لازم يطلع positive، يبقى negative 2 and a half في الابسوليوت value هيطلع لي ب positive 2 and a half. طبعا as a decimal هتديني 2.5 as a percentage هتبقى 250%. different forms of rational numbers. في عندي two forms of rational numbers. number 1 terminated decimal أو الفاينايت decimal. معناها إيه؟ معناها إن لو دوست يعني كتبت على الكالكوليتر half هيطلع لي 0.5 only، يعني number بس finite خلص 0.5 اللي هي طبعا as a percentage هجيبها 50%، يبقى finite decimal أو اللي اسمها terminated decimal. 3 over 5 هيطلع لي 0.6 اللي هو as a percentage هيديني 60%، يبقى ده terminated أو الفاينايت decimal. طبعا احنا بنقولها terminated بس معناها finite decimal. الانفينيت decimal بقى عشان نفهم، لو كتبت 1 over 3 على الكالكوليتر هيطلع لي as a decimal كل النمبر دي 0.3333 وانتهت هنا. بس ليه؟ علشان الشاشة بس خلصت. انما هي infinite repeating decimal، يعني نمبر بيتكرر اكتر من مرة go to ايه infinity. طب انا علشان ابين ان 3 اتكررت كذا مرة مش هكتب النمبرز دي كلها، هعمل ايه؟ هكتب 0.3 وهحط دوت او سيركل صغيرة كده فوق ال 3، كده معناها ان ال 3 repeated many times او infinite time. again 3 over 11 لو كتبتها على الكالكوليتر هيطلع لي كل الشكل اللي قدامي ده 0.27 27 27 27. معنى كده ان ال 27 repeated infinite time. يبقى عايزه اوضح ان هي اتكررت اكتر من مره، يبقى هكتب بس 0.27 واحط 2 circles على ال 2 وال 7، يعني ان ال 27 repeated infinite time، يبقى اسمها infinite repeating decimal.
represent on the number line negative 1 كنا بنعمل له represent ازاي؟ الهول نمبر، يبقى هنكتبهم كلهم هول نمبرز، الزيرو في النص وبعد كده 1 2 3 والناحيه الثانيه نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 بنعمل ريبريزنت للايه؟ للنيجاتيف 1. طب لو كان فراكشن بقى نيجاتيف هاف هنعمل ايه؟ يبقى هحط بقى الفراكشنز، النمبر لاين هكتبه كله فراكشن وكله اوفر 2، يبقى الزيرو في النص وبعد كده هيبقى هاف 2 اوفر 2 3 اوفر 2 4 اوفر 2 and so on طبعا في البوزيتيف، والنيجاتيف نيجاتيف هاف نيجاتيف 2 اوفر 2 نيجاتيف 3 اوفر 2 نيجاتيف 4 اوفر 2، وبعد كده هعمل ريبريزنت للنيجاتيف هاف او الفاليو اللي هو مديها لي.